هذا التقرير الثالث مدري الرابع اللي يتمحور حول التيار الصدري وتصدي لقيادة الاحتجاجات. وإذا واحد سأل نفسه ليش هالملحة، فراح نجاوب لأن زعيم التيار جاي يسبق الجميع بخطوات سريعة ما جاي تلحق بيها لا الحكومة ولا البرلمان ولا القوى السياسية، ومن الصور راح يلحقون بها إلا بمعجزة. والسبب هو إعلان مقتدى الصدر تقريبا بدايات ثورة سلمية تشبه اللي صار بمصر ب 30 يونيو 2013. اي نعم، البيان مال زعيم التيار الصدري اليوم اتقدم خطوة عن اللي توقع الجميع، وهاي الخطوة خطيرة جدا وبيها دعوة لأهالي بغداد للتظاهر أمام المنطقة الخضراء أو على بواباتها. المنطقة الخضراء اللي سماها البيان المنطقة الحمراء، وهذه إشارة لازم تنفهم زين وما واحد يتجاوزها بسهولة، بمعنى أنه مقتدى الصدر يمكن يستشرف لون أحمر يشوفه بالمنطقة الخضراء. المهم أنه مقتدى الصدر أكد أنه صوت الشعب اللي انسمع بالجمعة الفاتت بساحة التحرير ما كان تهديد مثل ما فهم رئيس الوزراء، بس هاي حجة حتى يتجاهل المطالب. بعدين قال بعد أن لمست منكم بساحة التحرير طاعة وتنظيم وارتفاع للحس الوطني الموحد، ها أنا أستنهضكم مرة أخرى وكل ثقة بكم وبحبكم لوطنكم. المظاهرة حاشدة مخصوصة بأهالي بغداد من كل مناطقها، وهالمرة مو بساحة التحرير، لا هالمرة بمكان أقرب وتحديدا على أبوابها. بعدين أعلن عن تشكيل لجنة من 5 أشخاص ينظمون المظاهرة، وأكد أنه لازم المظاهرة تتسم بالسلمية، لكن بنفس الوقت يجب أن تكون غاضبة عسى أن يسمعون صوتكم اللي يحاولون تجاهله. اللي فهمناه هو نفس اللي فهمه ابن بغداد من المثل اللي يقول هذا الميدان يا حميدان، يعني بيان واضح، واللي ما يفهم كونه بداية ثورة بيضاء ممكن تتلطخ بالأحمر أكيد عنده خلل بالتلقي والفهم والاستيعاب وقراءة المواقف. والمقصود هنا التحالف الوطني والحكومة وباقي الكتل والمرجعيات الدينية. هاي الأطراف وياها قوى إقليمية وعالمية ياما تدخلت لإنهاء ملفات كان التيار طرف بيها، ابتداء من اللي صار عام 2004 مرورا باللي صار بمدينة الصدر أيام جيش المهدي، آخرها اللي صار بالبصرة بصولة الفرسان، وكلها تدخلت بيها أما إيران أو مرجعية النجف أو الأمريكان. زين هالمرة منو مستعد تطمس رجله بمستنقع فوضى مالها مثيل ممكن يقود لها تحرك التيار الصدري إذا سواها ثورة وعصيان مدني واعتصام مفتوح ب100,000 مقرود من أهالي الثورة والشعلة. وطبعا كنا نعرف مقدار الغضب العارم من الطبقة السياسية، وهو غضب هواي يشوفوا غضب مشروع ومستحق، وأكو ناس مستعدة تحرق نفسها إذا مقتدى الصدر أمرهم، وممكن ناس تجي لابسة أكفان وياهم جنايزهم ولسان حالهم يقول هي موتة موتة. هذا هو الخطير اللي لازم يفهمه التحالف الوطني أولا، والعبادي ثانيا، وباقي الأطراف. يعني عليهم أن يتخيلون اللي ممكن يصير إذا أمر الصدر أتباعه باقتحام المنطقة الخضراء، أو إذا أنطى مهلة 72 يقلبون بها الوزراء والمسؤولين استقالاتهم شلع قلع مثل ما عبر. شنو اللي ممكن يصير؟ الجيش وقوات النخبة ترمي الناس مثلا؟ لو العصائب وبقية فصائل الحشد الشعبي تدخل على الخط؟ لو سرايا السلام تعوف داعش وتجي تحمي المعتصمين؟ القصة خطيرة خطيرة خطيرة، والأخطر منها طريقة التعامل السطحية اللي جاي تسويها الطبقة السياسية والسلطة والبرلمان مع التداعيات. يعني هاي سياسة النعامة اللي تضم راسها بالرمل ممكن تودينا بداهية. وإذا مصر عبرت لأن عندها جيش ومؤسسات وماكو داعش على أبوابها، فالسالفة بالعراق ممكن تفتح علينا باب جهنم. وشلون جهنم هالمرة؟ جهنم هالمرة ما بيها أمريكا تطفي، بيها داعش منتظرة وميليشيات مستعدة وناس طافرة رواحها. وين رايحين؟ للخضراء لو للحمراء؟ الله يستر من تاليها.